وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن الحلويات اللي قدامنا دي، الكنافه وعملتها ازاي. وطبعا هي عشان سهله ما رضيتش يعني اعمل معاكم خطوات، هي سهله جدا. اقول لكم الكريمه انا بحط عليها ايه، هقول لكم الكنافه الاساور دي عملناها ازاي بدون بقى الكعب اللي هما بيجيبوه يلفوا عليه الكنافه، او لو انت الكنافه بتيجي معاكي مش فريش مش تنفع تلفيها خالص. الكنافه متفرزه عندك في الفريزر وعايزه تعملي كنافه اساور، هقولك تعمليها ازاي. طريقه سهله جدا. لو انت عندك القالب، تمام. ايه هو بقى القالب ده؟ قالب الميني كيك ده، وانا او ميني تشيز كيك، اي مينيهات هتقدري تعمليها هيبقى تحفه جدا وبينفع للحفلات. هو بصراحه يعني ست البيت بتستغنى عنه اذا كنت انت اوردرات بتعملي لنفسك في البيت. انا لو هشتري الفتره فانا هشتري زي ده، وفي منه اشكال، في القلب وفي المربع، فانا هشتري شكل تاني غير المدور ده. بصراحه تحفه جدا وحجمه كبير، 24 قطعه، تحفه جدا. انا عملت ايه؟ جبت الكنافه، كنت جايباها على اساس ان انا الفها اساور وما نفعتش معايا خالص، فطلعتها من الفريزر عشان خاطر ما كانتش صابحه وكانت كمان مكلكعه. فجبت الكنافه بدات احطه في الفريزر. اول ما جمت رحت مطلعاه مفرفتاه، مش مشكله خالص تعمليه قطع صغيره، لا على ايدك كده اي قطع، المهم ان انت طول ما هو مجمد بتلاقيه بيتفرفت معاكي بسهوله جدا. ان انا اعمله كله سمنه، ادخله بالسمنه كويس جدا، واختاري بقى السمنه الكويسه بتاعتك. ان انا من الكنافه ديت هي لسه طريه يعني نيه، بس مقلباها في السمنه بس، وابدا ان انا احشي القوالب دي واعمل فجوات في النص، يعني اسكنها كويس واضغط عليها كويس جدا باي حاجه عندك تنفع تضغطي بيها تبقى مقاس القالب. فنجان قهوه، كوبايه عندك رفيعه من تحت، فتبداي انت تدخليها في قلب القالب. اي حاجه عندك تضغطي بيها. ده لو انت لا عندك القالب دوت، ما عندكيش القالب ده ممكن تستعملي اي حاجه عندك تكون صغننه، اطباق مثلا صغيره جدا في اي طقم انت جايباه، او اي حاجه عندك حجم صغير. ممكن ورق كيك اللي هو الميني برضو تشتريه، اللي هو الورق العادي، وتبداي ان انت تضغطيه كويس جدا وتدخليه الفرن على درجه حراره عاليه. طبعا لو ورق اللي هو بتاع الكب كيك هتحطيه على صينيه وتدخليها الفرن على درجه حراره عاليه. اول ما يستوي هتبداي ان انت تطلعيه تسقيه بشربات تقيل وتسيبيه خالص لما يبرد، وبعد كده تبداي تطلعيه هيطلع بالشكل والجمال ده. تمام. دي كده كانت الاساور. انا كنت عايزه اعمل الاساور دي ليه؟ علشان خاطر ازين بيها القب بتاع الكنافه بتاعي. تمام. طبعا كيلو الكنافه ده بصوا باقي اهو شويه دول، وعملت منه الاساور دي. الاساور دي مش دول بس يعني اللي حطاه على القب، ودول وده كمان دول كمان من كيلو كنافه. بصراحه كيلو الكنافه عمل معجزه. والكريمه استخدمت 100 جرام من الكريمه. تقدري تستخدمي كريمه بس، وتقدري تستخدمي كريمه وعليها كريم. ده اللي انا بفضله، بحب اوزع جرام وبستري كريم، ماشي. بس الكميه الاقل بستري، الكميه الاكبر كريم خام. بتحطي عليه قد ايه؟ انا بصراحه يعني ما يغيرش الميه، ولكن انا ببقى في كل حاجه ولها قوام. التورت مثلا عايزه اجلس بيها قوام، الطواجن دي القوام بتاعها تقيل قوي، لا خفيف. بصي دي كانت الطاجن اللي هو بالنوتيلا، وده كنت عاملاه طبقتين من الكنافه علشان خاطر ان انا التزيين بتاعه هيكون بسيط جدا من فوق. تمام. يبقى احنا كده قلنا الكريمه عباره عن كريم شانتيه خام وباستري كريم. لو هحط مثلا 70 جرام كريم شانتيه خام هحط 30 باستري كريم. تمام كده. وبعد كده ده المانجا عملته كده ايه يعني علشان الطاجن كنز مش مدور، فبدات احط 3 كده اساور و3 اساور الناحيه التانية والباقي مانجا. وطبعا المانجا بيمشي معاها الفستق جدا، ما عندكيش مفيش اي مشكله. كل تعملي اللون بتاع الفستق، تحطي لون اخضر على الفوق الفلاني تضربيه في الخلاط بيكون لون
بقى كده هسيبها زي الكريم عادي. فهي دي ممكن ربع هبدأ أملى الكريمة في القالب بالشاشة، واللي بياكل كده موجودة سادة مش أي مشكلة. ممكن تروح عليها لفوق وتسيبها كده. بص كده حاجة بسيطة، خطوط بسيطة كده عشان ما بيحبش الكريات كلها. برضه عايز لو انتي عندك ضيوف هتبقي انتي تعملي الكنافة دي بسرعة جدا، مش تاخد منك اي وقت. لو انتي بقى ما بتعرفيش تلفي الاساور اصلا مش هتحتاجي للكعب بتاع الاساور، لا هاتي كنافة فرزيها وابدأي تحطي عليها، ابدأي تحطي عليها الكريمة والنوتيلا بشكل تمام. تحطي عليها اي مكسرات، عندك مكسرات هتبدأي تحطي بالشكل ده كده، حاجة موجودة عندك هتبدأي ان انتي تحطيها. كان بتاعنا كانوا كنا اساوي، كنا الطواجن الجميله دي. هتضطري ان انت من بعد النهارده ما تجيبيش اي زيارات بره، حابه ان انت تزوري اي حد هتبداي تعملي الحاجات دي في سهله جدا. الاطباق دي اكيد بتتباع عند مسمات الحلويات اللي هي بيبيعوا خامات تمام. مش عايزه تجيبي ليريك مثلا سعرها عالي، انت ممكن تجيبي في البلاستيك تقدري اي حاجه انت حباها وتقدري تهديها، والموضوع سهل جدا مش مكلف خالص. تجيبي حاجه زي كده بره هتكلفك جامد جدا. انت لما يكون عندك الخامات في البيت تبداي ان انت تشتغلي، وفي نفس الوقت هتحسي ان انت مبسوطه جدا ان انت عملتي حاجه كويسه. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.